يرفع على الأيادي ويجول محيط ساحة باردو، وهذا خلق أجواء حماسية كبرى في الساحة هنا كما تشاهدون. إذن يبدو أنهم سيقومون بدورة كبيرة حول النافورة. نعم، ترتفع هنا الهتافات. سأتحدث إذن الآن عن الجانب الأمني. حسب مصادر أمنية يبدو أنه وقعت مضاعفة المجهودات الأمنية والاحتياطات. كالعادة هناك بوابات على كامل محيط ساحة باردو، هذا فضلا عن سيارات تقوم بتمشيط أيضا محيط باردو. الإجراءات الأمنية مضاعفة، هناك أيضا سيارات الحماية المدنية، سيارات إسعاف، وهناك متطوعون من الهلال الأحمر التونسي. نعم شادية، بالنسبة للندوات التي ربما ستعقد هناك لم تنطلق إلى حد الآن. هو في العادة تنطلق مع رفع النشيد الرسمي 10 مساء، ولكن يبدو أنه بصفة استثنائية ستنطلق في تمام الساعة 9. هذه صور مباشرة من ساحة باردو. العلم التونسي إذن يغطي الساحة، شعارات، هتافات، ودورة شرفية بالعلم التونسي، علم طويل جدا يحمله مواطنون، منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية. نعم، مفادة الأخبار شادية خليل، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من ساحة باردو وكنا في ربط